القراقيش السادة، قراقيش الحلواني والقراقيش بالعجوة. هخليكي النهاردة أستاذة فيها. احذفي أي طريقة من دماغك خالص، بدون حليب بدون زبدة. كل الجمال والإبداع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بزيت وسمنة بس. وبصوا السماكة حلوة ازاي. وده بقى بعد ما انا خبزتها حاجة كده تحفة في الحجم، ولا هتفنش منك ولا هتكبر. وهقول لكم كل الاسرار وكل الحاجات اللي كنا بنغلط فيها. انا نفسي كنت بغلط فيها زمان. والعجوة ازاي وطعمها حكاية، طعمها تحفة. وبصوا كمان هشة من بره وطرية من جوه، هشة ومقرمشة من بره، شايفين ازاي وانا بضغط عليها وبفتفتها لكم اهو. ومع احلى بقى كوباية شاي بحليب. يلا اعمليها دلوقتي ياكلوا ويفطروا منها اولادك وسناكس وعشاء. وتقدري كمان تعمليها جنب الحلويات اللي هتعمليها ان شاء الله في العيد. قربنا اهو على رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. تحفه جدا كمان العجوه، طعمها وريحتها تحفه. وايه الاضافه اللي هتحطيها هتخلي ريحتها حلوه. سبسكرايب واشتراك لو انت مش مشتركه معايا في القناه. ويلا بينا على الوصفه على طول. وما تنسوش لايك للفيديو ونقول بسم الله. بصوا بقى معايا هنا اول حاجه ده شمر. بصوا شكله يا جماعه عامل ازاي. افتح اوريه لكم اهو. شويه دول تقريبا ب5 جنيه. يعني هتجيبي شويه هيقعد وتعملي منهم حاجات كتيره قوي قوي. وتقدري تستخدميه كمان في المعمول والكحك وكل الكلام ده. المعمول هو يا جماعه بس زبده، بتعمليه بزبده خلاص. بصوا شكله عامل زي الكراويه. انا بوريكم شكله اهو شبه الكراويه بالظبط، بس ريحته احلى من الكراويه صراحه، ريحته نفاذه شويه. هناخد معلقه في اي طاسه كده، طاسه صغيره زي ما انتم شايفين. ومعايا كمان معلقه من اليانسون، وطبعا ده شكله وانتم عارفين اليانسون، وده موجود في كل الدول العربيه وفي كل مكان، وده اسمه. هحطهم في طاسه من غير ولا حاجه خالص، ولا اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. حطيتهم في الطاسه وعلى عين تكون هاديه كده علشان ما يتلسعوش منك. الخطوه دي مهمه جدا عشان يفوحوا وريحتهم تطلع. بصوا بالشكل ده. انا هعمل النهارده ان شاء الله مقادير كيلو، لكن دولت يقدروا يكفوا معاكي 2 كيلو لو انت مش عايزه الريحه جامده خالص. بصي لو انت عايزه ريحتها خفيفه زي، يبقى دي هتعمليها على 2 كيلو من الدقيق. خلاص كده قلبتهم، اوعي يتحرقوا منك. تقلبتين ونطفي النار. وكمان هنحطهم في طبق بصوا علشان ما يتلسعوش من سخونه الطاسه. والخطوه دي مهمه خالص. بقلبهم كده بالمعلقه عشان مش عايزاهم ان هم يحمروا. هم سهلين قوي، دي اعشاب يا جماعه. بصوا اهو. وحطيتهم بعد ما بردوا في المطحنه، وهطحنهم طحنه حلوه بالشكل ده. الخطوة دي مهمة خالص. تقدري طبعا تستغني عنها، ولكن دي هتديكي ريحة تحفة جدا. بصوا طحنتهم كويس خالص. والشوية دول بوريكم اني نخلتهم. لازم لما تطحنيهم تنخليهم عشان في اجزاء كده في قشرة اليانسون والشمر مش بتطحن معاكي. زمان كانوا امهاتنا طبعا ما كانش الامكانيات كلها موجودة والكلام ده. كان بيدي جرشه شويه، اللي هي الحاجات اللي انا نخلتها دي. القشر بتاعه لازم تنخليه. بوريكم وبقول لكم ان الكميه دي حلوه جدا. هاخد نصهم بالظبط لكيلو من الدقيق، والنص التاني للكيلو التاني. تقدري لو انت عايزه الريحه جامده قوي تحطي الكميه دي معلقه ومعلقه، وزي ما انا عملت كده، وتحطيهم على 2 كيلو من الدقيق. لكن انا النهارده هقول لكم المقادير على كيلو واحد ان شاء الله. بصوا بقى هنشتغل هنا بالكف. انا هشتغل هنا بالعجان اهو ما شاء الله تبارك الله اللي انتوا شفتوه معايا. واحط لكم الريفيو بتاعه في كلمة المزيد اللي في العنوان. ده صندوق الوصف يا جماعة. الكف احسن حاجة، لان هو ده اللي هيبس معايا القراقيش. ودي خطوة مهمة جدا. اوعي تستخدمي الهلب اللي هو بتاع العجين التقيل. لا، احنا هنستخدم الكف عشان يخلي القوام حلو وما ينشفش مننا. حطينا كيلو دي في الحلة، ورشة بسيطة من الملح بالشكل ده. ومعاه كمان هنحط بقى 3 معالق من النشا. 3 معالق كبار من النشا. هحط لكم كمان في كلمة المزيد اللي في العنوان المقادير. هحط كمان 3 معالق من السكر البودر، السكر الناعم. تطحني كده سكر برضو في المطحنة. تمام. وهنحط 4 معالق من السمسم. السمسم يكون متحمص تحميصة خفيفة. تمام. وهنحط بقى معلقة كبيرة من اللي هو الميكس بتاع الشمر واليانسون. وبوريكم ان هحط خميرة فورية، كيس من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة ونص من الخميرة الفورية. واحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق كبار من اللبن البودر.
ومعايا 3 مكونات سوائل. معايا كوبايه من الزيت، كوبايه وتلت من السمنه، ومعايا كوبايه ميه، وممكن ناخد نص كوبايه كمان. تمام، هنشوف النص ديت يا ناخدها يا ما ناخدهاش. الميه تكون دافيه، ده في حاجه بسيطه يعني. اوكي، بس السمنه يعني قادحه شويه، السمنه سخنت شويه عشان ان انا اسيحها. هنبدا بالزيت. تمام، نحط عليها السمنه بالتدريج. يلا بينا. بقلب اول حاجه المكونات الجافه تقليبه كده برضو بالراحه وعلى اول سرعه. لو انت مستخدمه ايدك زي الفل هتقلبيهم بمعلقه كويس خالص المكونات الجافه، وبعد كده هننزل بالسوائل، وهقول لكم خطوه بخطوه ايه اللي بينشف القراقيش الساده او بالعجوه. حاجه كده فاخر من الاخر. قلبتهم كويس جدا بالكف خلاص. وهبدا بقى احط اول حاجه، احط الزيت لان انا السمنه سخنتها شويه، طبعا احنا في البرد فاضطريت ان انا اسيحها. تمام، وبعد كده ديني حطيت تاني اللي هو الكوبايه السمنه، وهحط كمان تلت الكوبايه بتاعت السمنه. المقادير دي ما تدوريش وراها خالص، مقادير مظبوطه 100%. هتستخدمي الكف علشان يبقى كانك بتبسيه. لو انت هتستخدمي ايدك مش عجان حلو قوي، هتستخدمي بين راحه ايدك الاتنين وتبداي تبسيهم، يعني تدعكيهم كده بين كفوف ايديكي الاتنين. الخطوه دي مهمه جدا عشان السمنه تغلف كل سنتي وكل نقطه في الدقيق. الخطوه دي بتخلي الدقيق حلو جدا، والنشا اللي احنا حاطينه بيخليه ويديله قرمشه مع الطريقه البس اللي احنا عاملينها ديت، فيخليه حلو جدا وفي نفس الوقت طري وجميل وناعم من جوه. بس كده حلو قوي على اول سرعه، زي ما انت كانك بتبسي بايدك وبالكف يا جماعه. بنبه علشان ما ينشفش منكم العجين ويطلع تحفه زي ما هو طلع معايا ما شاء الله. ابدا باول حاجه كوبايه الميه الدافيه خلاص بس، وهبدأ برضو وكل ده أنا شغالة على أول سرعة. ولذلك أنا هحط لكم إن شاء الله الفيديو بتاع العجان، ما شاء الله هو حلو معايا اللهم بارك تبارك الله. لغاية دلوقتي زي الفل معايا بصراحة، وعملت فيه حاجات كتيرة خالص لسه هنزلها لكم إن شاء الله. بعد كده بقى بنحط النص كوباية بتاعة المية الدافية. ده كل ما انت بتحطي بيطري معاكي العجين، وبرضو ما تسرعيش عن السرعة الأولى كأن الواحد بيعجن بإيده. هو في حد بيسرع بإيده؟ لا طبعا. بصوا بشوفه كده. بصوا اول ما انتوا تطلعيه، لو انت شغاله بالعجان ولقيتي كده مش طالع قوي او مش نازل قوي، وبرده لو انت بتعجني بايدك ومش طالع من ايدك قوي، يبقى محتاج كمان معلقه من الميه. حطيت فعلا معلقه من الميه. بصوا بقى ما شاء الله، اول ما انا وقفت العجان ما شاء الله اللهم بارك نزلت العجينه بكل سهوله لوحدها. بصوا ازاي طريه جدا جدا. وهقول لكم تعرفوا ازاي ان هي عجينه مثاليه، مش هتشقق معاكي وتحفه ولا هتفنش ولا تكبر زياده عن اللزوم ولا اي حاجه. امشي ورايا في المقادير وان شاء الله هتعجبك جدا جدا، وكل حاجه هكتبها لك في كلمه المزيد اللي في العنوان. ما تنسيش لايك للفيديو لان الوصفه تستاهل 1000 لايك. عايزه اقول لك معلقه الميه طرتها خالص واختلفت تماما في القوام. بصوا يا جماعه، نقطه الميه دي خلتها بقت مختلفه فعلا. بصوا بقت عامله ازاي، مفيش اي تشققات، يبقى كده تمام قوي اهي. طريه خالص خالص خالص. عشان تعرفي ان العجينه طريه وحلوه وناجحه معاكي، انك تكوريها كده وتضغطي عليها بصبعك زي ما انا ضغطت، تلاقوا مفيش اي تشققات، ودي اهم خطوه. دلوقتي بقى خلاص ما تلفيش تاني ولا تعجني تاني في العجينه. بمجرد ما احنا حطينا السمن بمجرد ما احنا حطينا الميه خلاص بتروحي ما تعجنيش فيها كتير عشان ما تنشفش. لو عجنتي فيها كتير احنا مش عايزينها تربي عرق، هتنشف. هي مش هتربي عرق معاكي ابدا ولكن هتنشف. يعني اما تحطي الميه خلاص ما تعجنيش فيها كتير سواء بايدك او بالعجان. بقى كده اهو هنحطها بقى في طبق زي كده ونسيبها نص ساعه كاملة ترتاح. عايزة اسيبها اكتر ماشي، ولكن نص ساعة كفاية جدا عشان احنا هنسيبها اهم حاجة الاختمار لما تتقطع. بناخد جزء كده ونبرمه بين راحة ايدينا ونحطها في ونبرمها بالشكل ده. ودلوقتي بفردها كده وطبطب عليها. دي السادة يا جماعة. بخلي السمك بتاعها حوالي نص سنتي، وبنقطعها بالقطاعة اللي زي ديت او بسكينة عادي خالص. تعمليها كده حجمها صغير بتبقى صراحة شكلها شيك وحلوة، عاملة زي البسكوت وكمان عامله زي الجهاز بالظبط بتاعه الحلواني زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
دلوقتي بقى الصاجان دي حلوة جدا، او اي صواني انت هتحطي فيها، هنديها فرشة بسيطة وخفيفة من الزيت زي ما وريتكم كده قبل ما انا ابدا ان انا اقطع. هنحط بقى القراقيش بتاعتنا السادة دي في منتهى السهولة. القراقيش السادة، بصوا حجمها عامل ازاي، شكلها تحفة جدا ومختمرة وجميلة، ولسه كمان هتخمر في السيجان. حجمها زي ما انتوا شفتوا كده، وتقطعتها صغيرة بتبقى شكلها حلوة جدا كده. وناخد قطعة تاني بوريكم كمان القطاعات ديت اللي انا بقطع عليها. انا بقول لكم كل حاجة وكل تكة. هتسهل عليكي جدا، لا العجين بقى يلزق ولا تحتاجي تحطي زيت على الرخامة او سطح العمل. كل الكلام دوت هيبقى سهل عليكي خالص. بصوا بنقطع كده برضو. اول قطعة بنسيبها علشان بتبقى شكلها غير منتظم لغاية لما يخلص اخر حاجة في العجين. مش مشكلة اخر قطعتين اللي هما في الاواخر، لكن احنا بندخلها في العجين اللي هي القطعة اللي مدية شكل الصواني. ونحط بقى في السجان ونرصص ونخلص كل الكمية. ما شاء الله اللهم بارك، عملت كمية حلوة جدا جدا. بنسيبها بقى في الصاج يا جماعة نص ساعة ساعة زي ما انتوا عايزين، على قد ما انت عايزة الارتفاع بتاعها سيبيها، ولكن نص ساعة ساعة حلوة جدا. لو سبتيها مثلا لحد الصبح 6 ساعات ولا حاجة ولا كده هتكبر وتفنش شوية، فمش هيبقى الحجم بتاعها مثالي. تمام. دلوقتي بقى هنا معايا حوالي نص كيلو من العجوه. انا عجوه ديت طبيعيه يعني، انا جايباها مش جاهزه. تمام. وبوريكم ان انا عملت حفره كده في النص، وحطيت معلقه من الزيت، وحطيت عليها معلقه صغيره من القرفه. هتدي طعم وريحه تحفه خالص. ونقلبها بالشكل ده كده اهو في منتهى السهوله، مش محتاجين لا زبده ولا تكاليف. دلوقتي برضو هكمل الجزء التاني. انا عملت تقريبا يعني كيلو قراقيش ساده وكيلو بالعجوه. بوريكم كل الاشكال اللي تقدري تعمليها بيها. اهم حاجه تاخدي كده قطعه حلوه من راحه ايديكي، وتقعدي تقلبيها كده يمين شمال، وتكوريها كده بالشكل ده. وبعدين بنفردها كده اهو، وبرده نفس الحكايه بنفردها، بس ديت بنفردها تبقى ارفع شويه اهو بالشكل ده، عشان هنحط بقى العجوه في النص. الاتنين طريقة سهلة جدا وأسهل من بعض. هوريكم كمان شكل تالت. ادي العجوة بتاعتنا، ولا هتلزق ولا أي حاجة. طبعا المعمول تقريبا هو وإن شاء الله هنزله لكم في فيديو لوحده. ولكن اللي بتستخدمي في كله سواء العجوة والعجين، العجوة بالذات بتستخدمي فيها الزبدة. تمام. المهم خلينا هنا في القراقيش السادة واللي بالعجوة. بنبرمها كده زي صوابع الكفتة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونحطها في النص. طريقة سهلة خالص. بصوا هيبقى اسهل حاجة عليكم القراقيش او المنين بالعجوة. ونقفل بالشكل ده. لما نيجي نقفل جامد شوية، ونحكم القفل علشان ما تتفتحش بالشكل ده. نكمل قفل كله. عايزة اقول لكم ما خدتش معايا وقت خالص خالص. وفي التسوية مش هتاخد معاكي غير حوالي 25 دقيقة. وطبعا كل واحد على حسب الفرن بتاعه. بتشغلي الفرن من تحت بس خليكي معايا برضه علشان في تكات وحركات اقول لكم عليها حتى في الاختمار. تمام. بس وطبطبت عليها كده وقلبتها الناحية اللي احنا قافلينها علشان تتقفل اكتر. وقطعتها بالشكل ده برضو صوابع حلوة جدا جدا. بصوا ازاي العجوة في النص وحلوة ومثالية ورفيعة قوي وحلوة. دلوقتي بقى بوريكم الشكل انا بخمرهم فين. بصوا يا جماعه انا حطاهم في الفرن علشان اسيبهم يختمروا. سبتهم صراحه حوالي ساعه كده، وكان معايا كمان مشوار كنت بوصل بنتي مسافره يعني الكليه بتاعتها وكده، فسبتها حوالي ساعتين. تمام. حلوين جدا. سبتهم كده في الفرن. بصوا كل اتنين حط عليهم واحده، كل اتنين حط عليهم واحده، وفي الاخر حط الصاج الكبير اهو اوريه لكم. بصوا عامل ازاي. سبتهم في الفرن عشان يبقوا بعيد عن كل الروائح. انا بوريكم الطريقه دي حلوه، تقدري تعملي كميه وتعملي كده بدل ما تطلعيهم بره بقى في الصاله او على ترابيزه سفره. تقدري تعملي كده. بصوا كل اتنين عليهم واحده. والصاج الكبير ده حلو خالص وهينجز معاكي قوي. على فكره الكاميرا انا مقربه، لكن هم حجمهم صغير خالص 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 زي ما شفتوا معايا كده وانا بقطع. هنكمل بقى واوريكم الشكل التاني اللي قلت لكم عليه. بصوا بناخد حته صغيره كده، بنسيبه ان هم يخمروا حوالي نص ساعة ساعة. عايزة تزودي على حسب ما انت عايزة ارتفاعهم. اول ما تلاقي ارتفعوا ارتفاع انت مش عايزة اكتر منه، على قد الارتفاع هيبقى ده شكلهم. بصوا بنكورها كده ونحط العجوة في النص. اوريكم مالك حتى كمان الشرك ودخل معايا في القراقيش.
يلا فرحي بيتك وولادك واعملي دلوقتي، وممكن كمان تعملي في العيد ومع مخبوزات العيد، هيبقى حاجة حلوة جدا وتنفعهم بقى في أيام المدارس ما شاء الله. توقيت العيد السنة دي زي ما انتم شايفين كده هيكمل معانا الترم ما بعد، يعني الترم التاني تقريبا كله بعد رمضان. بصوا بقى اهو، كورتها كده وحطيتها في الختامات او الاشكال بتاعه الكحك دي، وادي شكلهم اهو. طبعا بعد ما اختمروا زي ما قلت لكم طلعتهم بقى بره الفرن، وسخنت الفرن جامد، وبعد كده خليته على درجه حراره 170 من تحت بس. وفي الاخر لو انت عايزه لون تفتحي الشوايه زي ما انا عملت حوالي دقيقتين 5 دقايق بكتير. بصوا اللون حكاية، والطعم مش عارفة ومش قادرة اوصف لكم جمالهم، بجد مقرمشين من بره وطراي من جوه، وشكلهم تحفة جدا. مين يقول ان دولت مش جاهز يا جماعة؟ واحلى كمان من الجاهز. وهوريكم كده، بصوا شكله، بصوا من فوق وتحت التسوية ما شاء الله مثالية جدا، رغم انه الفرن تعبني شوية من فوق، لكن جميل جدا جدا مع احلى كوباية لبن. ومع السلامة.